ألد أعداء أبوه خطفوه وضربوا مراته بالنار وكلهم ما يعرفوش إن أبوه لسه حي وبيوصل الأسد وينقذ ابنه. ما تيجوا نشوف الحكاية. اشترك في القناة بسرعة واعمل لايك. كان يا مكان ولا يحلى كلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلمنا النهاردة جوان. بيبدأ الفيلم يا جماعة وبنشوف جثة ماشية في النهر وبياخدوها ناس طيبة وبيعالجوه بالطريقة القديمة. بعدها بشهر بيهجم ناس من جنود الاحتلال وبيموتوا في أهل القرية بلا رحمة، والناس بتدعي الآلهة بتاعتهم. وهنا وكأن شيء إلهي حصل، بيفوق فيكرام من الغيبوبة وبيدافع عن الناس دي وبيهزم الشر ده. الاشتراك الحلو بقى واللايك ويلا نكمل. وطبعا هو فقد الذاكرة، والواد الصغير ده وخدوا بالكوا بيوعده انه لما يكبر هيعرف هو مين واداله العهد بكده. وبعد مرور 30 سنة يا جماعة في محطة المترو دي بنشوف مجموعة منظمة من البنات، كل واحدة خبيرة في حاجة معينة، وبيوقفوا حركة المرور وكأن شيء هيحصل. وهنا بيركب يا جماعة المترو المدمر فيكرام، وفي لحظة معينة بيوقفوا المترو يا جماعة في قلب النفق. وهنا بيبان لنا وكأنهم مجموعة إرهابية خاطفين المترو، وبيظهر الضابط يا جماعة ده وبيمسك واحدة. وللعلم يا جماعة الضابط ده هو الواد الصغير اللي قال لفكرام إن هو لما يكبر هيعرف هو مين ويقول له. وهنا بيضربوا فكرام وبيستولى على المترو، وبيقتل واحدة منقبة قدام الكاميرات، والأخبار اشتغلت وطلب منهم فيكرام واحدة بالاسم اسمها نارمادا عشان يتفاوض معاها. بيكلمها ويقول لها أنا منظمة الهنود الغلابة، وقال لها أنا عاوز وزير الزراعة يحضر معاكي حالا. وبيوصل يا جماعة وزير الزراعة وبيقول له فيكرام في عهدك انتحر 10820 مزارع هندي غلبان بسبب القروض الصغيرة اللي لما بيأثروا في سداد قسط منها بتروح تدمروهم وتدمروا عائلاتهم وتاخدوا أرضهم بالعافية. وبيقول له فيكرام أنا عاوزك تحول لحسابي دلوقتي 40 مليار روبية. حتى الوزير اتخض وبيقول له طيب يعني احنا هنجيب المبلغ ده كله ازاي دلوقتي؟ قال له ما تقلقش، في واحد رجل أعمال كبير جدا هيتصل بيك كمان 10 دقايق، ويا ريت تفتح عليه لأن هو اللي هيدفع المبلغ. وده يا جماعة رجل الأعمال اللي القصد عليه. أتاريه كان مع واحد مسؤول عاوزه يمضي له ورقة عشان يعمل مصنع في حتة معينة، بس المصنع ده هيضر الناس. ولما الراجل ده رفض قام قتله بطريقة بشعة قدام مراته وبنته. وهنا بيعرف الراجل ده إن بنته مخطوفة في المترو، وعرف إنهم عاوزين فلوس. راح مكلم وزير الزراعة وتم تحويل الأموال. اللي هي بنت رجل الأعمال دي بتقول لفكرام أنت كده راجل محتال وحرامي وقتل قتلة. قام جايب بنت من اللي شغالين معاه وقال لها عارفة دي كان ابوها مزارع عادي، ولما اثر في دفع القرض اللي عليه قسط واحد بس قاموا رايحين له وعذبوه وقلعوا هدومه كمان قدام بنته ومراته. والراجل ما استحملش الاهانه وانتحر، وفي ناس زيه كتير. ولكن البنك في نفس اليوم اللي حصل فيه كده والراجل ده انتحر فيه، البنك اتنازل لابوكي عن 40 مليار روبية بكل بساطة، والأموال دي حق للشعب ولازم ترجع له. وقال لها لما تشوف ابوكي قولي له ان انت قابلتي فيكرام سينج. وتم بالفعل تحويل الاموال. ولكن الناس يا جماعه كانت زعلانه في المترو عشان هو قتل الست دي، ولكنها كانت خدعه. وقامت البنت واتريها واحده من اعوانه، والناس سقفت لان هي حست ان هو على حق وبيرجع حق الشعب المهضوم من الناس الكبير. وبتوصل الشرطه يا جماعه ولكنه بيهرب بطريقه ذكيه مع شويه الهام. واتاري فيكرام شاب صغير، والبنات اللي شغالين معاه مسجونين بيطلعوا ويدخلوا للسجن بطريقة احترافية وقت تنفيذ العمليات. وطلع يا جماعة صاحبنا اسمه أزاد، وهو مدير سجن النساء، وكان محبوب جدا جدا من الكل. وكان اهل ازاد يا جماعه عاوزين يخطبوا له، ولكن البنت اللي كانوا رايحين لها كانت مطلقه وعندها بنت. قامت بعت بنتها على اساس لو العريس عجب بنتها وارتحت له يبقى ساعتها الام توافق بالعريس. وشكل البنت يا جماعه الصغيره حبت العريس ازاد بطلنا، وبالفعل كان فيه مقابله ما بينهم. يا نهار حيه، ده البنت طلعت اللي هي الضابط اللي بتحقق في القضية بتاع المتر، وهي اللي هتتابع القضية كلها. وتقريبا كده حبوا بعض يا جماعة لحد ما اتخطبوا. لو لسه بقى ما عملتش اشتراك ولايك يعمل يلا يا معلم عشان العملية التانية عشان حلو قوي. ده يا جماعة وزير الصحة كذاب ومنافق وعامل مؤتمر وعمال يهلفط بالكلام ان المستشفيات كلها على طراز العالمي،
وكلها مجهزه احدث تجهيز يا جماعه. ولو عاوزين تتاكدوا انا عاوز حد يضربني بالرصاص دلوقتي، انا عاوز حد يضربني بالرصاص وانا هروح اي مستشفى حكومي اتعالج هناك. يا لهوي ده اتضرب بجد. ولكن يا جماعه ازاد هو اللي كان مرتب لكده، وبالفعل خدوه لمستشفى حكومي خربان. حتى الدكتور في البث المباشر اللي بيعملوه بيقول الوزير محتاج يا جماعه عمليه واحنا ما عندناش حتى جوانت نلبسه في ايدينا. وراح مكلم نرمادة وقالت له طلبك ايه المرة دي؟ قال لها انا عاوز الناس كلها تعرف الحقيقة بس. وقال لها وزير الصحة الحالي كان مدير المستشفى دي بالذات من 3 سنين، وحصل تسمم مات فيه 60 طفل بسبب الاهمال، وان هم لفقوا التهمة للدكتورة الغلبانة اللي كانت موجودة مع ان هي حاولت تساعد الاطفال. لازم المتورطين في الموضوع ده يعترفوا والا هقتل الوزير حالا. طيب الوزير كان قريب منيش ده، فقام قايل للمسؤولين اعترفوا باللي حصل دلوقتي حتى لو هتفقدوا وظايفكم كلها. وبدأ الاعتراف فعلا ان في 60 طفل راحوا المستشفى بسبب ضيق التنفس وما كانش فيه اسطوانات اكسجين. واتصلت الدكتورة فعلا بالمسؤولين ومحدش عبرها. ولما الاطفال ماتت والناس يعني عملت دقة قاموا ملفقين التهمة للدكتورة ان هي اللي ايه، ان هي اللي عملت كده. واتحبست الدكتورة فيها. واتاري الدكتورة دي يا شباب واحدة من ضمن المسجونين اللي هي الفريق بتاع ازاد اللي بينفذ العمليات. حتى اللي كان يا جماعة جاي مع الوزير لما سمع الموضوع قال لهم وخنقوا اللي جايبينه ده وزير، ده راجل، ده مش انسان، ده حيوان. وراح ازاد يا جماعه بعت لسته للظابط نرماده وقال لها لازم المستشفيات دي تتجهز كلها حالا خلال 5 ساعات بس. وهو شغال يا جماعه كل العمليات ديت باسم فيكرام راسور. ايه العلاقه ما بينهم ده اللي هنعرفه كمان شويه. وتم بالفعل يا جماعه تجهيز المستشفيات، وراحت الشرطه ومعاهم نرماده عشان يحاصروا المستشفى ويقبضوا على ازاد، ولكنه كان ناصح وعامل احتياطاته وملغم المكان. وبعد شويه مطارده قدر يهرب منهم. ومنيش يا جماعة كان مسافر وقال لاخوه خد بالك من التجارة وما تعملش مشاكل لحد ما ارجع. ونرمادة قالت لزمايلها حاولوا تكملوا الصورة ديت عشان نوصل مين هو المتهم. العملية هتسخن يا شباب. طيب هما خلاص كده اتجوزوا، وفي نفس الليلة حد بعت لنرمادة صورة المتهم وعرفت ان هو ازاد. وكان زمايل ازاد اللي هما البنات اللي شغالين معاه في السجن بيكلموه على التليفون وبيباركوله كده يعني. المهم نرمادة راحت ضربة ازاد بالنار، وفي نفس اللحظة حصل هجوم عليهم وخطفوهم. واتاري اخو منيش هو اللي خطفهم عشان في حد شغال تبعه يا جماعة في اسم الشرطة وبعت ليه الصورة هو كمان. ووصل البنات بتوع ازاد للموقع اللي خاطفين فيهم الناس ديت. واخو منيش يا جماعة بيقول لهم يعني جوزك بيطلب فدية واحنا بندفع وانت بتساعديه وعاملة انك ايه بتجري وراه وبترضيه، ده ايه ده. وبدأوا هنا يا جماعة يعذبوهم وضربوا نرمادة بالنار. والله يا شباب الحتة الجاية تستاهل لايك ومشاركة. الفيلم بيحلو العملية بالشعشة. شوفوا مين بقى اللي وصل في اللحظة دي عشان يدافع عنهم. انه المدمر فيكرام راسور ابو ازاد. دي حتة دمرهم يا جماعة وقتل اخو منيش. صاحبنا منيش بقى كان بره في اجتماع مع اخطر رجال اعمال وبيقول لهم انه هيساعدهم لعمل اي مصانع في الهند مهما كانت المصانع دي هتضر الناس، مش فارقه معاه حاجه. والراجل المقنع ده وافق على الصفقه وقال له لو ما نفذتش اللي هنتفق عليه هتموت. وتم الاتفاق. وبيجيله اتصال وبيرجع يشوف اخوه ميت. نرمادة يا جماعة خفت وبرضه لسه معفنة وعاوزة برضه تقبض على أزاد، ورتبت إنها تدخل السجن عشان تعرف معلومات من البنات، وسابت بنتها مع زميلها في الشغل وما تعرفش إن هو ده الخاين. ودخلت السجن وعملت شوية محن كده بقى يعني على أساس إن هي مع أزاد، بس كانت زعلان قال يعني عشان ما عرفهاش الحقيقة. وهنا البنت دي هتحكي لها ايه اصل الحكايه. طبعا يا جماعه الشغل الهندي والاثاره بجد في الاخراج. تعالوا بقى نشوف الحكايه من الاول ومين هو فيكرام راسور اصلا وايه علاقته بازاد. وده اللي هنشوفه سوا في الجزء التاني من فيلم جوان. الجزء التاني يا جماعة دمار، بس موجود على القناة، خش بسرعة شوفه يلا، مستني ايه؟ واعمل لايك واشتراك.